قبل العيد. يا أهلا وسهلا، صباح العيد، كل عام وانتم بألف خير وصحة وعافية ونعاد عليكم العيد وانتم في أحسن حال. يا رب العيد الجاي احنا في السودان بين أهلنا وأصحابنا وأحبابنا وغرقانين في نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين. قولوا آمين يا جماعة. كيفكم؟ كيف كان العيد معاكم؟ الفيديو ده مصور صباح العيد، شاركتكم بصباح العيد عندنا، والفيديو كده فضل قاعد واقول يا سمسم قومي ونزل فيديو انه العيد خلاص قاعد ينتهي. وهو حرفيا العيد انتهى، بس انا قلت لازم انزل الفيديو. بخرت الملابس ولبسنا وطلعنا على الصلاة، وكان أهم شي إنه نمشي الصلاة إنه من غيرها أصلا ما حنحس بطعم العيد في الغربة دي. وكان لمة الناس والتكبيرات، يوسف كان مبسوط شديد، وفي أصلا أول مرة تحس بطعم العيد، حسيتها إنه مبهورة كده بتلفت يمين وشمال إنه الأعياد اللي سبقوا حضرتها كانت صغيرة وما عارفة أصلا اللي بيحصل شنو. فالعيد ده كان غير، العيد ده كان مختلف الصراحة. الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله لا شريك. هنا بعد ما جينا من الصلاة جهزت الكشخة بتاعتي، اللون ده أنا بحبه شديد ومقرب لقلبي بطريقة ما طبيعية، لما أكلها بسوا بحس بطاقة حلوة كده. فجهزته وقلت خلاص أعمل شاي الصباح ده بتاع العيد عشان نعيش أجواء العيد كده الصباحية دي. بعدين نروح نعسانين شديد جاي من الصلاة، نعسانين. الفقرة دي أحلى فقرة عندي، فقرة تحضير المنزل، والمعطر ده ممكن يكون أحلى معطر في الحياة. فأنتوا كيف العيد كان معاكم؟ قضيتوا العيد كيف؟ الناس اللي في السودان والناس اللي في الغربة، وليه كيف قضيتوا عيدكم؟ شوفوا كيف كنا مستنين العيد من شهر، واحنا العيد 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 العيد، تجهيزات العيد وكل شي للعيد للعيد. فبس العيد أول ما جاء والناس صلت وجات راجعة خلاص العيد انتهى. لما هي اللي بتخليك تعيش إحساس العيد. احنا كنا معزومين أول يوم ده، كنا معزومين عند أهل عبد الله، وبس ما لحقنا اليومين الأول إنه احنا جينا نحسانين، كنا مواصلين بالليل بعد ما جينا الصلاة جينا نحسانين، فشربنا الشاي ونمنا وقلنا خلاص نصحى الساعة 1. الساعة 1 لا ما صحينا، صحينا لحد الساعة 2، وبعد ما صحينا مع بال ما نجهز ونطلع ونصرن الساعة 3 ونص كده كان جات. بس ما مشكلة يعني لحقنا شوية من اليوم، وبالنسبة لي كان بداية العيد، لمينا وانبسطنا يعني كده، عشنا أجواء بتاعت العيد تحت اللمة، يذكرنا السودان أيام السودان وأعياد السودان، وكلنا دعينا إنه ربنا يعيد الأيام دي على خير. العود ده اسمه عود مروكي الشيوخ، مروكي ما عارفة صححوني، المهم عود مروكي الشيوخ. ريحته حلوة شديد وتحسيها باردة كده، وبتثبت في البيت 24 ساعة، يعني عنده ثبات كده ما طبيعي. كل ما طلعت من المكان وجيت داخلة ده تحسي انك انتي يا داب مبخرة من جديد، ريحته بتثبت أكتر من العادي، فبحسه مريح. قطعت رياسة والبيت يفضل فايح 24 ساعة، صراحة رهيب. الصبح عملت بسبوسة، وأصلا عندي حالة عاملاهم من بالليل، حشارككم وصفته في نهاية الفيديو. أساسا الفيديو قصير بتاع العيد ده، فخطيت لكم وصفة الحالة في نهاية الفيديو. وعملت الشاي. يعني أساسا يا إما تصوري يا ما تصوري يا ما تعملي حاجة بتغان. انت بتصوري وبتعملي في الحاجة لازم يكون في شيء غلط، فبس التصوير وشغلة صعبة عاوزة تعويد. يعني ممكن في ناس تعود انها خلاص بقت طبيعي بتصور وبتكون بيشتغل في شغلهم احترافي، يصوروا ويضغنوا لي كل حاجة. اما انا شايفين عملت شنو؟ خلطة الشاي العدني بتودي الشاي في محل تاني. فبس عملت الشاي، جهزت الطاولة كده تحت العيد،
اللي هي طاولة بسيطة بس انبسطت بيها شديد. شربنا الشاي وحكيت لكم باقي اليوم كان حصل فيه شنو من مشوار لما أهل وجاية ورجعة. في نهاية الفيديو شاركتكم الحل البسيط ده، عبارة عن رقاق بيفاستري دهنتها بكريمة الفستق ولفيتها ودخلتها الفرن مدة 15 دقيقة. وبعد ما طلعتها ضفت عليها حليب محلى مكثف بس يا جماعة بكده يكون انتهى فيديو اليوم. وبرجع اقول لكم كل عام وانتم بخير، تنعاد عليكم الايام، وما تنسوا تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك. مع السلامة.